ضمن مكاسب ثوره 25 يناير ان هي فتحت لنا كل الابواب، ان احنا النهارده بنقدر نقعد براحتنا ونتكلم براحتنا وننتقد براحتنا، ولا في اوامر ولا في توجيهات ولا في اذن من حد حتى. المجال النهارده يعني مفتوح لينا كلنا ان احنا نقول اللي احنا عايزينه، نستمع لبعض ولا نسفه من افكار بعض، ولا نتهم بعض بالعناد، ولا نتهم بعض ان فلان مع وضد عشان مش هنخلص. يعني لو فضلنا بالشكل ده مش هنخلص. فاحنا بنقول ان احنا المفروض في حوار مفتوح من القلب، لما نلتقي وما نتفق اهلا وسهلا، ما نختلف برضه اهلا وسهلا. واتفقنا ان كل اسبوع ان شاء الله هيبقى معانا حد من الاحزاب الناشئه الجديده او الكيانات الناشئه الجديده، تدي فرصه لشباب اسماعيليه انهم يقعدوا معاهم يناقشوهم، يعرفوا على افكارهم. ممكن نقتنع بيهم، ممكن ما نقتنعش، ممكن نأيدهم، ممكن نختلف معاهم، لكن في الاخر بنبقى على درايه ايه اللي بيحصل في المجتمع المصري، ايه اللي بيحصل حوالينا. ومهم جدا نعرف ايه اللي بيحصل حوالينا، مش على مستوى اسماعيليه بس، ولكن على مستوى الجمهوريه. بنحيي طبعا ثوره 25 يناير